السنة الأولى هذه قليل اللي يذكرها، يعني كيف آمن بفكرة العالم تحكيها إنه الغربة بتصنع الرجال عندك، يعني كيف تأقلمت أول فترة أو شعور الوحدة، تمام؟ لأنه وقت فتنا قارنا بين ناصر بالجزائر وناصر بعد 3 سنين بالغربة وهيك، كيف أثرت على نفسيتك وعقليتك وطريقة تفكيرك؟ صحيح. كيف كانت تجربتك مع اللغة؟ وشو المشاكل اللي واجهتها الثقافية والاجتماعية أنت هون؟ بعد 3 سنين شو بتحب يعني هيك تختصر الكلام كلياته بتقول؟ نختصر الكلام، نصيحة الذهبية يعني. يعني حياة حلوة بكل بساطة، يعني لنا الطالب كي يحب ينخرط بشكل صحيح حيعيش حياة مليحة بإذن الله. حلي نبدأ نتكلم مع الناس بكري يتكلموا معاه كذا، ولكن اصطدمت بصدمة ثقافية صراحة، لأنه لنا المجتمع. وشو وضع الشغل بشكل عام، يعني موضوع النقطة المالية هي ممكن تحكي لنا عنها شوي من خلال خبرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع بيجاز، مع أخوكم ناصر وأخونا خالد. اليوم راح نديروا حاجة شوية مختلفة، راح نكون هو الضيف وراح يقدمها لنا أخونا خالد إن شاء الله. عنده شوية أسئلة وإن شاء الله نجاوبوا عليها بطريقة تفيد المشاهدين إن شاء الله. تفضل أخونا خالد. أهلا وسهلا أخي ناصر. هلا مثل المرة الماضية الحلقات السابقة نحن كنا قالبين الدور، يعني إنه مثلا أنا طالب جديد وعم احكي عن خلال تجربتي اللي هي قبل ما وصولي لألمانيا، أول فترة الوصول. هلا أخونا ناصر صار له ما شاء الله 3 سنين بألمانيا. الله يحفظك. راح تكون الحلقة يعني إن شاء الله نسأله عن ال3 سنين خبرته. يعني الحلقتين الماضيات كنا عم نحكي عن مرحلة ما قبل الوصول وأول الوصول على ألمانيا. هلا حنحكي عن خلاصة التجربة بعد 3 سنين إن شاء الله. أخي ناصر بحب بلش معك بسؤال. تفضل أخوي تفضل. أنت كشخص درست بالوطن العربي مرحلة الباتشلر صح؟ ليسونس. تمام. وهلا بألمانيا عم تدرس الماستر. شو الفروق الجوهرية بحياتك كانت كطالب، يعني بين وقت كنت بالوطن العربي وهلا، كفروق كحياة طالب وكفروق تعليمية أنت لقيتها، وبشكل عام يعني أنت كطالب كنت بالوطن العربي وهلا هون، شو الفروقات يعني اللي مرقت عليك؟ شوف، هي الفروقات صراحة في طريقة التعليم. يعني أنا لما كنت في الجزائر كنت يعني صراحة أدرس يعني، ولكن الامتحانات أحضرهم في آخر الأيام وكانت تمشي الحال. يعني كنت أدرس في آخر أسبوعين أذاكر مليح هكا الامتحان والحمد لله ننجح فيه وكذا. ولكن لنا في ألمانيا صراحة الفكرة هذه ما تمشيكش، يعني ما توصلكش، لأنه لنا لازم تدرس من نهارك الأول كوسي تدرس وتقرأ. هو صحيح هنا الحضور ماهوش إجباري، مش لازم تروح، ولكن يعني هكاك ولازم يعني تكون تحضرك في المنزل وكذا باش تقدر تنجح في آخر يعني في آخر الفصل. وبالنسبة للحياة لنا للطالب، لأن خوتي ثاني كيف راح نقول لك، لأن لما تجي طالب دير في حسابك ماكش راح تجي تدرس برك. يعني كيما كنت انت في بلادك في بلادنا الأم كنا نروحوا نقراو ونروحوا تلقى الماكلة واجدة، يعني المنزل مرتب كذا. لا ندير في حسابك بلي راح تجي تدرس وثاني راح تولي تطبخ، تولي تنظف المنزل، يولي يعني وراك حوايج لازم يعني تديرهم. هذا هو الفرق يعني بين القرايه في الخارج وبين القرايه يعني انت اخوي ناصر تفضل. بالوطن كنت انت طالب فقط، ولكن هون انت اخذ دور الام، بتطبخ وبتنظف. يعني مو دور، يعني قصدي اخذ دور انك ربة منزل، واخذ دور انك الاب لانك تشتغل وتصرف على حالك، واخذ دور الطالب. صحيح. وغير هيك يعني كمان كانك تدرس بغير لغتك الام. طيب صحيح. هل برايك انه حكيت وتفضلت انه بالوطن كنت تدرس قبل الامتحان كم يوم اخر فتره وتنجح؟ هل السبب هون الخطه ما بيمشي حالها لانه مو لغتك الام؟ لما ليش؟ لانه صراحه كاين ثاني فرق اخر ما ذكرته، هو في الوطن العربي يعني كنا ندرس اللي كتبوا ربي يعني هكا، يعني حتى وما كملنا البرنامج عادي، يعني نمتحنوا على واش قرينا برك. ولكن هنا في المانيا يسرى واش يسرى حيكملوا البرنامج، يعني كلش ندير له حساب. وحتى لو يغيب الاستاذ فيه يعني اللي حيستخلفوا في نفس النهار، ويعني وتدرس ديك النقطه، يعني حتى لو ما يستخلفوا يديرها في نهار اخر، يعني في نهايه المطاف حتمتحن على كل شيء ان شاء الله. يعني ما في مهرب، ما كانش مهرب. طيب اخويا ناصر سؤال ثاني. هلا انت ما شاء الله يعني حاليا هون بعد 3 سنين يعني خبره نوعا ما، خبره متواضعه ما شاء الله كان. الله يحفظك. ايه هلا انت اول ما وصلت لالمانيا تمام، اكيد انت اول ما وصلت بجوز انه ما كان حدا ناحك او ما عندك رفقات. لما كان عندك يعني كيف تاقلمت اول فتره او شعور الوحده،
تمام، لانه فتنا قارنا بين الوطن ودراسه هون، ولكن هي الفتره الفاصله اللي بالنص انه اول انتقالك من الوطن العربي من الجزائر لهون. اول فتره يعني كيف تاقلمت على الغربه وهذا، بس يعني هيك جاوبنا. صحيح. هو صراحه خوتنا كاين واحد الفرق كاجتماعي بين اوروبا مثلا نقولوا المانيا والوطن العربي. احنا في الوطن العربي جايين اجتماعيين بطبعا، يعني تهضر مع الجيران، تهضر مع يعني سهله به دير صديق، تعرف على زملاء. هنايا شويه خاوتي بعقليه اخرى، هنا ثقافه اخرى، يعني لهنا اغلبيه المجتمع دائما عامل هكا واحد الابشتاند نقولها بالمانيه، عامل يعني كشويه مسافه على الشخص الاخر. يعني لنا شويه صعيبه به دير هكا يعني كونتاكت في الايام الاولى، ولكن الحمد لله وفقنا ربنا. يعني انت لما تحاول في شهرك الاول مثلا تحاول تنخرط في الرياضه، مثلا تروح هكا مثلا تصلي في المسجد، يا الحمد لله المانيا فيها مساجد الحمد لله بكل مكان، يعني تروح هكا على المسجد تعرف ناس. يعني تخيل نتايا الاشخاص اللي راح تعرفهم من الرياضه ولا من المسجد، يعني غالبا حيكونوا اشخاص طيبين وتاع عشره وكذا، فهمت؟ وبالاضافه الى ذلك يعني مع الدراسه ثاني الحمد لله شخص كيتعرف على ناس وكذا. ونوصيكم ثاني لازم لنا الرفقه، لازم تحاولوا على قدر الامكان ترافقوا الناس اللي يرفعوكم، ماشي اللي ينزلوكم ولا يرجعوكم للورا ولا. يعني حاولوا ترافقوا اشخاص هكا صاحب يكونوا طيبين. بالضبط خويا بالضبط. طيب اخويا ناصر، تفضل. انت كنت كشاب في الجزائر وبالوطن العربي، وبعد حياتك 3 سنين بألمانيا بعبارة عن شغل ودراسة وتمرين والتزام بالخطة اللي انت ماشي عليها. كيف أثرت بتحس نفسيتك، يعني إذا بدك تقارن بين ناصر بالجزائر وناصر بعد 3 سنين بالغربة وهيك، كيف أثرت على نفسيتك وعقليتك وطريقة تفكيرك؟ صحيح. شوفوا خوتي هنايا يعني هذه أرض الواقع، يعني هذه الميدان لهنا الحلبة، يعني تاع تقابض مع الدنيا وكذا. هنايا خوتي كما قلنا من قبل شويه، يعني كماكش راح تدرس برك، يعني راح تدرس وتخدم. انا الحوايج اللي تغيروا هنايا في المانيا، يعني وليت اعمل اناليز، يعني احلل حياتي من الناحيه الماديه من الناحيه الصحيه. يعني قبلك في وطني كنت ما عادي، يعني ما صافين شيء، يعني ما يهمني، يعني مثلا بدون نقود عادي، يعني امرض عادي، يعني دائما في اللي حتسند عليه. هنايا راك عندك ما في ربنا وانت برك، يعني ما كانش. يعني هنايا لازم دائما تكون حريص، لازم اشتغل باه يكونوا عندي مال، لازم احاول ما امرض عشان بعدين راح نكون وحدي. ويعني حوايج تعيشهم صح، يعني لان كي تمرض دير في حسابك انت اللي راح تداوي روحك، تجيب الدواء وانت كيك مريض وكذا. كي يكون عندك شويه حظ هكا يجي واحد هكا يعاونك شويه، هذا اذا كان عنده الوقت يعني وتفرغ لك وكذا. يعني هذا هو الفرق. والشيء هذا بكل كي تجمعوا تكون عندك هكا يعني شويه نضج خاوتي، فهمت؟ يعني لانك تجي على المسؤوليه، تولي مسؤول بزاف يعني. صراحه. يعني هل انت بتآمن بفكره العالم تحكيها انه الغربه تصنع الرجال؟ طبعا يا صاحبي، تصنع الرجال والراجل تصنع، يعني تصنع الرجال وتصنع النساء، يعني حتى المراه اللي كيجي يعني من المواقف ومن الخبره. والواحد حاجه ثانيه اخرى خاوتنا حبيت نزيد نضيفها، اللي هي السنه الاولى هنايا في المانيا ولا في الغربه. يعني السنه الاولى هذه قليل اللي يذكرها، يعني كي تجي هي كطالب ولا طالبه ولا باش تخدم ولا دير اوس بيلدونغ، يعني ما يهمش. العام الاول في الغربه يكون الانسان فيه حساس بزاف، حتكون هش، يعني حتجي المحيط عمرك لا عشت فيه، ما تعرف فيه حتى واحد كذا، يعني حتصير شويه حساس. يعني مثلا تتكلم هكا مع الاهل يقول لك واحد والله غير كليت يعني ضعفتك شويه زعلان، يعني تصير حساس اكثر، فهمت؟ ولكن بعدها الحمد لله يمروا، يعني تتاقلم ويعني تهز روحك، تولي تشتغل، تولي كذا، تولي يعني في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هيك هي اكيد اخوي على المواقف هي وعلى الخبره الواحد بيزداد نضجا. صحيح. والحياه عباره عن مواقف في الاخر. صحيح. طيب اخويا ناصر، خلال ال3 سنين هي كيف طورت لغتك؟ تمام. وشو المشاكل اللي واجهتها على المستوى الاجتماعي والثقافي خلال 3 سنين؟ والله شوف، بالنسبه للغه الحمد لله، يعني انا جيت بمستوى B2 بصراحه، ما كانش عندي بزاف كمشاكل في اللغه الحمد لله. عدا الايام الاولى طبعا في الجامعه، لما تدخل على المحاضره الاولى تحس حالك صراحه ما فاهم فيها ولا شيء، يتكلم تحسه يتكلم بالصينيه وكذا. ولكن هي مساله تاع وقت، الانسان لازم برك يكون صبور ويحاول هكا يدير كونتاكت بزاف لبرا، يعني يحاول يتكلم الالماني. يعني ما دام انت في المانيا ما عنده حتى معنى تبقى مع اخواتك العرب وكذا،
وتبقى غير تتكلم عربي ولا باللهجه تاعك، يعني حاول تنخرط مع شويه المان ولا على الاقل يتكلموا المانيه. يا سيدي ما لقيتش اتكلم مع صاحبك العربي بالالمانيه، هذه ثاني تصير يعني صح. انا اخطا وانت تخطا، نخربطوا هكا وحنا نتكلموا بالالمانيه. بالضبط اخويا. تمام. بالنسبه صراحه للمشاكل الاجتماعيه، انا في ايامي الاولى انا كنت يعني جايب العقليه تاع البلد، فهمت كيف؟ يعني كنت مفكر لما اجيك على المانيا نحط رجلي نبدا نتكلم مع الناس بكري يتكلموا معاك كذا، ولكن اصطدمت بصدمه ثقافيه صراحه، لانه لهنا المجتمع هذا الاوروبي عامه ولا الغرب هذو يعني يتعاملوا بمبدا يعني دائما يخليوا بعد بينهم وبين الناس، يعني ما يتكلمش معك في اي سياق هكا وكذا، يعني لازم يكون بيناتكم مثلا عمل، بيناتكم دراسه، بيناتكم كذا، في علاقه بيناتكم، تكون هكا كاينه كحاجه تربطكم به يتكلم معك. عدا ذلك شويه صعيبه به يتكلم معك، ولكن يعني عادي الانسان هكا يقدر يتكلم معاه في الشغل في الدراسه، ومع الوقت دير كونتاكت، يعني مش لازم من يومك الاول تعمل كل شيء. طيب اخويا ناصر، انت حكيت لي انك جيت بروح البلد وبالعقليه العربيه اللي هي الاندفاع، انك تروح تتعرف على ناس، تتعرف على عالم. صحيح. وقت انت شفت الواقع انه هن ما عندهم تقبل للموضوع، اكيد تكون داخلك يعني مثل خذلان، او فهمت علي شلون؟ نوع من الخذلان. واكيد هذا الموقف صار معك اكثر من مره. طيب شلون تعاملت انت مع هالشيء؟ والله شوف، غيرت عقليتك لما كيف؟ طبعا هو لما يعني تلاحظ انه ما كانش هكا تقبل في النهار الاول وما يتكلموش بزاف معاك، صراحه درت هكا خطوه للوراء وقلت هكا يعني عادي المره الجايه اتكلم معاهم يعني في سياق العمل ولا في سياق الدراسه. تمام. ومثل ما قلت لك حتصبر شويه ومع الوقت حدير كونتاكت ويصيروا يعني اصدقاء وزملاء وتلتقيهم وعادي يعني، وسبحان الله مع الوقت يولي عندك كونتاكت انترناسيونال، يعني المان وعرب وباقي البلدان هذو بكل، يعني كل واحد ووقته المناسب يعني اللي تلتقي فيه. مثلا يعني اذهب مع اصدقائي العرب نروح نصليو مثلا اليوم حنا نهار جمعه، نذهب بعدين ان شاء الله مثلا نصليو الجمعه. تمام. مثلا واحد رفيقي الماني التقيه في يعني في النادي كان نتمرن معاه، مثلا زميل هكا في الدراسه الماني كذا، وهي يعني كل واحد له جوه هو ماشي الحال. والعالم اللي ما يتكلموا يعني عربيه كمان نتكلم معاه في بالالماني، مثلا عندي اصدقاء ايرانيين ولا مثلا من البرازيل ولا كذا هكا، حبينا نتكلم مع الماني ويمشي الحال ان شاء الله. تماما تماما. طيب اخويا ناصر، تفضل. موضوع مهم كثير وبيشغل بال الطلاب، انه اخي انا طالب وصلت على المانيا، بدي اشتغل، بدي اعيش، بدي مصاري، فهمت علي؟ شو وضع تكاليف الحياه بالمانيا كطالب، وشو وضع الشغل بشكل عام، يعني موضوع النقطه الماليه هي ممكن تحكي لنا عنها شوي من خلال خبرتك؟ ان شاء الله اخويا. شوف، هو خاوتنا هنايا يعني موضوع الشغل هو بمجرد عندك يعني بيرمي دو ترافاي، يعني بمجرد عندك تصريح بالعمل تقدر تشتغل، هذه اول نقطه. ثاني حاجه دير في حسابك انت كطالب عندك تقدر تشتغل 20 ساعه اسبوعيا واللي هي 80 ساعه شهريا. هذه 80 ساعه خاوتنا كي نحسبوها تطيح لك يعني هكا من 900 اورو حتى 1300 يورو على حساب طبيعه العمل، على حساب الوقت تاع العمل. مثلا يعني كاين شغلانات هكا تشتغلهم في الليل الاجر اكثر من النهار مثلا. تمام. ولا تفرق مثلا على اساس تشتغل خارج المجال دراستك ولا في مجال دراستك. في مجال دراستك حيزيد كذا ثاني المرتب تاع الشغل. وبالنسبه يعني هذا اللي بين 900 حتى 1200 1300 يعني لما نحسبها احنا على المصاريف يعني احنا نقولوا 350 كراء، 140 يعني ضمان، يعني 250 اورو اكل وشرب وكا وترفيه وكذا، نقولوا 100 يورو، يعني هذيك تحسبها يعني الحمد لله تكفيك. ويعني واكيد طبعا المصروف يفرق من شخص لثاني، من مدينه لثانيه، بس ولكن بشكل عام متشابه. هو صحيح، هو يعني هو على جال الشيء هذا احنا نقولوا للطلاب حاولوا خاوتنا من النهار الاول روحوا لمدن متوسطين ولا شويه صغار، يعني يساعدوا الطلاب. يعني انت لما تذهب على مدينه صغيره هكا شويه نسبيا تلاقي هكا مثلا السكن الجامعي كذا، ولكن لما تذهب انت على مدينه كبيره مثلا ميونخ ولا برلين ولا يعني انت حتظلم نفسك. صح. والايجار غالي، ايجار غالي، حتخش في دوامه. يعني يا خويا
ادخل ان شاء الله تعال على مدينه متوسطه ولا صغيره وتلاقي صح حالك مليح ان شاء الله. والمانيا كبيره كمان، يعني المدن بهي المواصفات هي اكثر منها ما في، يعني صح. المدن بالمانيا ما في اكثر منها. صحيح. طيب اخويا ناصر، يعني خويا. انت برايك، انت تفضلت وحكيت الطالب مسموح له يشتغل 20 ساعه بالاسبوع. يعني هال 20 ساعه هي كافيه تغطي معيشه الطالب؟ كافيه اخويا تماما. طول ما اسمح لي، طول ما هو ماشي في طريق مليحه وما يكثرش عليه مصاريف. يعني ماشي يدخل لك من شهره الاول يقول لك والله ندير ابونمون مثلا، نخرج الهاتف هذاك ونخرج الطابلات هذيك ونشري ملابس كلها ماركات غاليه والخرجات وشويه انحرافات وكذا، يقول لك انا ما يكفي. هذا اي واحد ما يكفيه الاخر. صح صح صح. ولكن طول ما هو يعني ماشي في الطريق الصحيح تماما حيكفيه ان شاء الله. طيب اخويا ناصر، بعد 3 سنين تفضل، يعني هلا هيك عند حالك قاعد مع رفقاتك، تمام؟ شو النصيحه بتوجهها لشخص بعد النصيحه الذهبيه وخلاصه التجربه عندك والقول بعد 3 سنين؟ شو بتحب يعني هيك تختصر الكلام كلياته بتقول؟ نختصر الكلام، النصيحه الذهبيه يعني. هذه شوف خويا العزيز، انت ولا انت اللي راكم تفرجوا فينا دركا، حنا ثاني كنا في بلاصتكم، لكن حاب تجي لالمان حاول ما ديرش هكا كيما نقولوا 10 اهداف مع بعضهم وتمشي لهم، ماك حد تخربط وماكش حتلقى روحك. حاول مثلا اول هدف لازم تطيحه وتنجح فيه هو اللغه خاوتنا. هنايا دير في حسابك مع تحط رجلك في هذه البلاد، حاول لك مثلا في اول 6 اشهر يعني في اول فصل حاول تنجح في اللغه، هذا هو اهم هدف. ما تقوليش نروح نخدم ولا كذا، يعني انت اصلا جايب كونت يعني، فهمتوا؟ يعني حاول اول حاجه تستهدفها هي اللغه. بمجرد ما انك تنجح باللغه خلاص ما عندكش الان يعني شروطك تتعلق باللغه وكذا. جبت المستوى C1 ابدا كحوس على الشغل. بالنسبه خاوتنا للشغل، الشغل في الاول ممكن نخليه باش تدخل يكون عندك دخل وباه تقدر يعني هكا تدبر امورك منه، ولكن ما تبقاش ثاني بهذه نفس العقليه. انت خويا طالب عندك مستوى جامعي ما شاء الله عليك، يعني حاول يعني في ممكن احنا نقولوا خلينا في عامك الاول تشتغل لك باش تدير امورك منه، ولكن بعدها حاول تدخل في مجال دراستك، ما تبقاش دائما تشتغل خارج المجال. علاش؟ لانه حتى هنا في المانيا مع احتراماتنا لكل يعني الطبقات وكذا، لما تشتغل في شغل ناس خارج المجال حتكون مع طبقات عمال اللي حتلاقي معاها مشاكل من نوع اخر، يعني هكا يكونوا شويه مشاكل لك في الشغل وكذا. ولكن بمجرد انك تنتقل من اي شغلانه خارج المجال دراستك، مثلا تشتغل في مراكز البحث في الجامعه، مثلا تشتغل في الشركات اللي في مجال دراستك، خاوتنا حتصير تشتغل مع مهندسين مع دكاتره، حيزيد يرتفع المستوى، يزيد يرتفع المرتب ايضا، يعني حتى طبيعه الشغل تتبدل، ما تبقاش غير نخدم بالساعه ونخلص ولا لا تولي يعني فيه ميتينغات، فيه ايفنتات كتروحوا تسافروا، يعني حياه حلوه بكل بساطه. يعني لنا الطالب كي يحب ينخرط بشكل صحيح حيعيش حياه مليحه باذن الله. حنا ما نقولوش كلش وردي، ولكن لما يحب يديرها بالطريقه الصحيحه حيقدر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني خلاصه القول انه اخويا ناصر الواحد يركز على هدف واحد ينجز بعدين ينتقل للهدف اللي بعده. بالضبط. يعني مثلا قلنا اللغه بعدها نلاقي شغل، بعدها لازم ننجح في الدراسه الجامعيه، ما نبقاش ناجل لانه مع الوقت حيصير فيه ملل، تكره من هذاك الاسلوب الحياه، يعني دراسه وطبخ وتنظيف وشغل. صح يعني حاول تسرع عليك الفيلم باسرع طريقه، وان شاء الله تخش في مجال الشغل وتولي تشتغل في مجالك بعد التخرج وتزيد تحسن الحياه اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا على الحلقه استاذ ناصر. الله يحفظك يا اخويا. وهيك اللي عنده اسئله لا ينسى يكتبها تحت بالتعليقات ان شاء الله، او كمان انستغرام الاخ ناصر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ولا تنسوا اللايك والتعليق ومشاركه الفيديو على اوسع نطاق ان شاء الله. والسلام عليكم. يلا خوتنا السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكون الحلقه فادتكم هكا، وابقاو ديما خوتنا كجاهزين موتيفي وفيها ديما خير. هذه هي. يلا خوتنا السلام عليكم.